السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي بلديه. يعني صالحه للعشاء هكا. كلشي كيبغيها، زوينه، غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. عندي هنايا محمصه، غادي نديرها بالطريفات ديال الدجاج. عندي الدجاجه حيت منها جنيحات، حيت منها العنيق، حيت منها كبيده وقنيصه وواحد الطريف ديال الزر. غادي نشارك معكم هذه العشيوه اللي راهي ضيه كتوجد ما كتعطرش، يعني توجد وهذا مشبعه، يعني كتشبع. كما كتشوفوا عندي بصيله هنايا محكوكه، عندي واحد فص ديال الثومه حتى هو محكوك، عندي العطريه، عندي بابريكا، عندي زنجبيل، عندي خرقوم، عندي بزار، عندي شويه المليحه، عندي مطيشه الحك 2 معالق، عندي قزبر ومعدنوس انا عندي مطقطق في الكونجيلاتور، عندي هنايا المحمصه كما كتشوفوا تقريبا نص كيلو، كاس ديال الزيت ما عامرش، مطيشه 3 مطيشات محكوكين. وخليكم معنا حتى تشوفوا الطريقه ديال التحضير، وشكرا لكم بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه راه دابا نتوما عارفين جاي وقت البرد وهذا، كنبغيو بحال هاد الوصفات هادو هكا كيدفيو كيسخنوا بنادم مع البرد. دابا مع اصلا دابا الحال برد واحد شويه، يعني هاد الوصفات زوينين للعشاء، وبالنسبه للناس اللي عندهم وليدات وداكشي راه زوينه. غادي نضيف بصيله محكوكه ومعها واحد فص ديال الثوم. غادي نضيف دابا العطريه كما كتشوفوا هي هذه، غادي نضيف كاس ديال الزيت ما عامرش. نتوما يمكن لكم، انا عندي غير روميه ما موفراش، عندي البلديه، يمكن لكم انكم تستعملوا زيت البلديه ديال العود، زيت الزيتون. عندي هنايا ربيع، قزبر ومعدنوس مقطع. انا مطيشه ما غاديش نديرها دابا، غادي حتى نشحر داكشي مزيان، عاد غادي نضيف مطيشه. كما كتشوفوا راني وضعتهم فوق النار، البوطه ما تكونش مجهده بزاف، خليهم يتشحروا على خاطرهم. كما كتشوفوا هنايا قلت لكم غادي نشحرهم مزيان، خليو العطريه تدخل فيهم ديك الطريفات ديال الدجاج. من بعد ما غادي يتشحروا غادي تزيدوا عليهم ديك مطيشه. يسمحوا لي لا تصغر الاضاءه شويه على قد الحال، مع في الليل. هانتوما كما كتشوفوا نصفيت مطيشه، ما تعمدت انني ما نحيدش الصوت. صافي هنايا بعد ما مرقت الطنجره ديالي خليتها تغلى على خاطرها، خليوها تغلى باش يطيب لكم داك الدجاج، ومن بعد غادي نرجع ليله. دابا غادي نزيد عليها الحك، حيت انا مطيشه الحك ما كنديرهاش في الاول، حتى كيقرب يطيب داك الدجاج عاد كندير مطيشه الحك باش ما كيمشيلاش الجهد ديالها.
وغادي نضيف داك الكبيده اللي خليت، حيت انا ما درتهاش في الاول. نتوما عارفين الكبده دغيا كطيب، خليتها حتى الاخر. بغيتو تزيدوا معاه شويه ديال السمن حار حتى هو راه كيجي زوين. انا بالنسبه للسمن حار ما كيبغيوهاش في الدار، داكشي علاش ما درتوش، اكتفيت غير بالزيت وديك الجنيوحات، حتى هما راه جات البنه ديالهم واعره. صافي كما كتشوفوا عندي محمصه هي هذه، انا نقيتها. دابا غادي نضيف معكم المحمصه شويه بشويه. بالنسبه للمحمصه راه كتبغي شويه طياب. هانتوما كما كتشوفوا رانا مخليه شويه مريقه زايده. دابا غادي ندير المحمصه مع حدي انا مره نحركها باش ما تلتصقش معايا لتحت. هانتوما خوتي الطريقه كيفاش دايره. كنتمنى ان يعجبكم الفيديو، دعموني بالبارطاج، الله يجزيكم بخير. محتاجه للدعم ديالكم بزاف قسما بالله، ومحتاجه انكم تساندوني، تكتبوا لي كومونتيرات زوينين، الله يجزيكم بخير. انا زدت لهنايا واحد 3 ديال الفليفلات حارين، كتعجبني بالحار. هنا راه بدات كتاخد الطياب ديالها. صافي كما كتشوفوا هنايا راه عندنا وصفه ديالنا هي طابت. نتوما الا بغيتو تخليوها تشرب واحد شويه، كتعجبكم ثقيله بزاف ماشي مشكل، خلوها تشرب. انا خليت فيها شويه المريقه حيتاش عارفه غادي تشرب مرقه. صافي تبارك الله، راه ما نقولكمش البنجات بنينه. نتمنىكم انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر وتبارطاجيو مع العائله والخوت والحباب. هذا راه غير فيديو يعني كفكره، انكم بعض المرات الانسان كيتلف ما كيلقى ما يدير، كيبقى يتفرج حتى كتشوف حاجه كتعجبو كيتشهاها كيديرها. وبالصحه والراحه ديالكم كاملين الخوت. هذه هي الطريقه ديال التحضير ديالها. نتوما عارفين الشتا كنبغيو هاد الاطباق هادو، هكا رفيسه محمصه يمكن لكم عاوتاني نصاوبوها بالحليب حتى هي كتجي زوينه. الحليب والزبده بالليه كتجي واعره حتى هي. هكا الشعريه بهاد الطريقه هادي. الروز حتى هوايا مهم. هادو اصلا الناس ديال شحال هادي هادشي باش كانوا كيتعشاو، ما كان لا هادي ولا هادي. هاد الاكلات مشبعه وتبارك الله الدراري كيشبعوا كلشي. يعني 10 دراهم كاع ديال يعني ديال داكشي راه غادي تعشي مثلا الدار كامله. كما قلت لكم 10 دراهم ديال 5 دراهم مثلا المحمصه وهكا. لا ما كانش مطيشه الحك في الدار وهادي راه تبارك الله راه تعشي الدار كامله. والله الا يمكن لكم انكم تصاوبوها حتى بلا دجاج بلا حتى شي حاجه، يعني غير محمصه وعطريه وداكشي راه كتجي بنينه زوين.